اسمع كده الجملة دي وحاول تكتب لي في الكومنت هو قال ايه. اسمع كده. That is the second time you pointed a gun at me. There will not be a third. عيد بقى الجملة تاني. اسمع تاني. That is the second time you pointed a gun at me. There will not be a third. مش لازم تحاول تفهم كل كلمة بتتقال، حاول تفهم كلمة أو اتنين أو تلاتة تجمعهم يعرفك إيه اللي بيتقال عموما. في ناس كتير قوي بتقع في المشكلة دي، يقول لك أنا ما بفهمش كل حاجة. مش لازم تفهم كل حاجة، القط اللي يخليك تفهم المجمل، لأن عادي إنك ما تفهمش كل حاجة. اتس اوكي. مع الوقت هتبتدي تفهم حاجات أكتر، وبرضه وارد جدا حتى لو أنت الإنجليش ليفل بتاعك ادفانسد في حاجات برضه ساعات مش هتلقطها عادي. المهم تبقى فاهم اللي بيتقال. And he said there's the second time you pointed a gun at me and there will not be a third. يعني that is ده هو ده بقى اللي بيخلينا ما نفهمهمش. That is the second time you pointed. بس هو ما قالش pointed، هو قال pointed no T عشان ال N لما بتيجي مع ال T في الامريكان accent ال T بتختفي. pointed. That is the second time you pointed a gun at me. دي تاني مرة انت توجه عليا مسدسك. And there will not be a third. مش هيبقى فيه المرة التالتة. حاول بقى تعيدها تاني زيه واحدة واحدة زي ما انا عدتها في الفيديو كده، وبعد كده ابتدي سرع شوية بشوية لحد ما هتلاقي نفسك بتقولها زيه. طيب هو انا لازم اتكلم كده وانا بتكلم انجلش؟ يعني ممكن تتكلم ب clear pronunciation اللي هي اللكنة المحايدة.